من القاهرة والناس. الآن موجز الأنباء. هنا القاهرة. سيداتي أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. قطار كهربائي يربط القاهرة بالعاشر. رجال الأردن ينافسون النساء في إجراء عمليات التجميل. إقبال متزايد من العرائس على شراء بدل الرقص. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. أعلن المهندس علاء فهمي وزير النقل أن الوزارة تعكف على دراسة إنشاء قطار كهربائي بين منطقة عين شمس ومدينة العاشر من رمضان مرورا ببلبيس بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة لتطوير السكة الحديد. جاهزة. ما تركبيش قطر الكهرباء بأمانة. اشمعنى؟ حسبي علشان الكراسي عريانة. القطر الكهرباء هيبقى زي الريشة. اشمعنى؟ لو عايزة توقفيه شيل الفيشة. القطر مش هيوصل العاشر من رمضان. اشمعنى؟ محتاجين 2 متر سلك كمان. يزاحم الرجال النساء في ميدان عمليات التجميل في الأردن. ونقل موقع عمان نت الإلكتروني عن اختصاص التجميل والترميم الدكتور عبد السلام الفيلات أن هوسا أصاب الأردنيين ودفعهم لأخذ القروض كي يحصلوا على مظهر خارجي أجمل. ولفت الفيلات أن الفئة العمرية من سن 40 إلى 70 الأكثر التي تقبل على عمليات التجميل من الرجال. جاهزة. اتجوزني ولا زي حد. اشمعنى؟ طلع عامل سيليكون وشفط وشد. في حاجات ما فيش تغيير فيها. اشمعنى؟ وفي حاجات يا اختي ما يتسكتش عليها. نفخ شفايفه وحط سيليكون. اشمعنى؟ قلت له ابعد عني يكلمني على الفودافون. بدل الرقص سلعة انتعش بيعها في القرن الماضي، فبدت الرقص كانت بمثابة سلعة أساسية في كل بيت مصري، خاصة في فترة العشرينيات من القرن الماضي، حيث كانت النساء يتفنن في تفصيل بدل الرقص. وفي أكبر محلات بدل الرقص بخان خليلي قلب وعز حسين سوق بدل الرقص ما زال موجودا، لكن الفئة الأكثر شراء لبدل الرقص حاليا العرائس المقبلات على الزواج، حيث يشكلنا 90% من المشترين، أما 10% من الأجانب والعرب. جاهزة. أرقص له حتى يبطل. اشمعنى؟ ينقطني ويلم النقطة. هجيب له بدلة وارقص له وعيش. اشمعنى؟ بس خايفة من الهز يطير الريش. اللي على البدلة عريانة ياما. يا اشمعنى؟ قلت له ايه، عايزني ارقص لك بالبيجامة؟ النشرة إليكم أهم ما جاء بها. قطار كهربائي يربط القاهرة بالعاشر. رجال الأردن ينافسون النساء في إجراء عمليات التجميل. إقبال متزايد من العرائس على شراء بدل الرقص. يحفظكم الله في رعايته وإلى اللقاء.